القطار الأخير. في ليلة باردة، وقف سامر على رصيف محطة القطار المهجورة، ممسكا بحقيبته الصغيرة. كان القطار الأخير لهذا اليوم على وشك الوصول، والضباب الكثيف يغطي السكك الحديدية، مما جعل الرؤية شبه مستحيلة. لم يكن في المحطة سوى مصباح قديم يتأرجح مع الريح، يلقي بظلال غامضة على الأرض. كان سامر يشعر بأن هناك خطبا ما. لم يكن متأكدا، مما يجعله متوترا، لكنه شعر أن هذه المحطة ليست عادية. فجأة انطلقت صفارة القطار في الأفق، لكن الصوت كان مختلفا، كأنه يأتي من زمن بعيد. توقف القطار أمامه، وكان قديم الطراز، بلونه الأسود ونوافذه المغبرة. فتح الباب بصوت صرير مزعج، وتردد سامر قبل أن يصعد. عندما دخل، وجد أن العربة شبه فارغة، عدا عن بضعة ركاب يجلسون بصمت، يرتدون ملابس من حقبة قديمة. جلس سامر قرب النافذة، وأخذ يراقب الظلام في الخارج. عندما نظر إلى وجوه الركاب، لاحظ أن تعابيرهم جامدة، وكأنهم تماثيل شمعية. لم يتحرك أحد، ولم يصدر أي صوت سوى همهمة خفيفة تشبه الرياح. بعد دقائق جلس رجل عجوز بجواره، نظر إليه بعينين غامضتين وقال بصوت هادئ: لم يكن عليك الصعود إلى هذا القطار. شعر سامر بقشعريرة تسري في جسده. سأل بصوت متردد: لماذا؟ وإلى أين يذهب هذا القطار؟ ابتسم العجوز ابتسامة خافتة وأجابه: إلى حيث لا عودة. ثم أشار بإصبعه إلى باب العربة قائلا: إذا أردت الخروج فالوقت يوشك على النفاد. أدرك سامر أن هناك خطبا خطيرا. نهض بسرعة واتجه نحو الباب محاولا فتحه، لكنه كان مغلقا بإحكام. القطار كان يسرع أكثر فأكثر، والوجوه من حوله بدأت تتلاشى ببطء، كأنها لم تكن سوى ظلال. بذعر عاد سامر إلى العجوز وسأله: كيف أخرج من هنا؟ رد العجوز بهدوء: تذكر، أنت هنا لأنك فقدت طريقك في الحياة. القرار بيدك. في تلك اللحظة شعر سامر بصداع شديد، وأصبحت الرؤية ضبابية. سمع صفارة القطار مرة أخرى، ولكن هذه المرة كانت أقرب. ثم استيقظ فجأة ليجد نفسه جالسا على مقعد خشبي في المحطة المهجورة، والضباب قد انقشع. لم يكن هناك أي أثر للقطار أو الركاب. كان كل شيء كما لو أنه لم يحدث أبدا. نظر إلى ساعته، ولاحظ أن عقاربها لم تتحرك منذ وصوله إلى المحطة. نهض ببطء، وأدرك أن عليه اتخاذ قرارات جديدة في حياته، لأن بعض القطارات لا يجب أن نصعد إليها أبدا.